مرحبا بكم البنات. هادو حلويات كاملين عندي في القناه ديالي القديمه. ان شاء الله غادي نحطهم لكم حتى في هذه القناه واحد تبع الاخر. كلها هي حلويات اللي هي وصفات ناجحه ولذيذه، كل وحده والجمال ديالها. ان شاء الله غادي نحطهم لكم حتى في هذه القناه وحده تبع الاخرى، وغادي تلقاو الاخرين محطوطين. كنتمنى الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما فيها باس اشتركوا في القناه، دعموني. ان شاء الله دائما عندي الجديد والجديد، وان شاء الله انتظروا المزيد من الوصفات في الحلقات المقبله. قبل ما غنبداو الوصفه ديال اليوم، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الاشعارات بالفيديوهات ديالي. وهادو هما الحلويات ان شاء الله اللي غادي نحط لكم اليوم. كيف ما قلت لكم، ثلاثه الانواع ديال الحلوى بعجينه واحده ونكهات مختلفين. اول حاجه غادي نديرو 250 غرام ديال الزبده مارغرين اللي غادي تكون بدرجه حراره الغرفه هكذا باش غادي تجيكم سهله في الخدمه. غادي نزيدو واحد الكاس ونص ديال السنيده، ممكن نتوما ديروا جوج، انا درت عبار العنبه لانني انا دائما كنقص الكميه ديال السكر، ما كتعجبنيش الحلوى اللي كتكون حلوه بزاف. اول حاجه غادي نزيدو عليها جوج ديال الفاني ولا نكهه ديال الفاني. غادي نحاولوا نقطعوا شويه ديك الزبده بواحد السكين هكذا باش غادي تجيكم سهله في الخدمه من بعد. الا كانت بدرجه حراره الغرفه غادي تكون من الاحسن، وممكن نتوما تبدلوا الزبده مارغرين اللي ما كانش تعجبكم ديروا اي نوع ديال الزبده واحده اخرى. هنا غادي نحاولوا نخدموا ديك الزبده مع السكر مزيان. من بعد غادي نزيدوا جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت النباتي. وهنايا غادي نبقاو كنخلطوا ديك الزبده مع ديك الزيت. من بعد غادي تبقى تطرى لينا شويه. هنا من بعد ما زدنا الزيت كيف ما شفتوا راه بدات كطرى ليا الزبده. غادي نحاولوا نخدموها مزيان. من بعد ما خدمناها غادي نزيدوا 4 ديال الحبات ديال البيض، وغنزيد واحد شويه ديال الملح. من بعد ما غادي نخلطوا داك البيض مع الزبده على هذا الشكل، غادي نزيدوا عليه جوج حبات ديال الفرماج من اي نوع بغيتو. وغادي نزيدوا واحد نصف كاس ديال اليوغورت، ولا ممكن ديروا كاس كامل. غادي نديروا اليوغورت بالنكهه ديال الفاني. هنا غادي نحاولوا نخلطوا دوك المكونات ديالنا مزيان. من بعد ما غادي تخلطوا دابا غادي نبقاو نزيدوا الدقيق شويه بشويه. غادي نبقاو نزيدوا الدقيق وحنا مستمرين في التحريك حتى غادي نكملوا. تقريبا غادي نحتاجوا واحد الكيلو ولا كيلو وربع ديال الدقيق. حنا كنبقاو نزيدوا الدقيق شويه بشويه حتى غادي نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. هنايا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما زدنا واحد شويه ديال الدقيق، وغادي نزيدوا حنايا دابا جوج اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 16 غرام. وحنا مستمرين في الخلط بهذه الطريقه. هنا من بعد ما غادي نجمعوا العجينه شويه غادي نخليوها واحد شويه تكون مرخوفه، وغادي نقسموا العجينه ديالنا على 3. غادي نهزوا الطريف منها. غادي نهزوا واحد الطريف منها غادي نحتفظوا به لاننا غادي نكوه بنكهه مختلفه وشويه فيها النواشف. داكشي علاش غادي نديرها شويه جاريه. ومن بعد بالنسبه لدوك جوج طروفه اللي بقاو لينا التاليين غادي نبقاو نزيدوا فيهم الدقيق شويه بشويه حتى غادي تجمع لينا العجينه.
هنا كيف ما شفتوا معايا بقيت كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى تجمعات ليا العجينه. غادي نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون شويه مرخوفه. كنحاولوا دائما غير نجمعوا العجينه ما ندلكوهاش. هنا العجينه ديالي من بعد ما زدت فيها الدقيق وجات هي هذيك، غادي نقطع على جوج. ودابا غادي ندوزو باش نكهو الكرات ديالنا. بالنسبه للكره الاولى اللي عندنا غادي نحاولوا نسرحوها شويه وغادي نديرو فيها الفيرميسيل ولا رقائق ديال الشوكولات. كيعطي هذاك اللون ديال الكحل في داك الوسط، كتجي منقطه كتجي رائعه. هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي وخلطتها مع دوك الرقائق ديال الشوكولا، دابا غادي ناخذ واحد العجينه الثانيه غادي نديرو فيها واحد شويه ديال قشره ديال البرتقال. كتجينا حتى هذه كتجينا لذيذه بديك النكهه ديال البرتقال، كتجي مجهده كتجي لذيذه. وبالنسبه للعجينه الثالثه اللي حيدنا هي مازال مرخوفه شويه، غادي نزيدو عليها هنايا واحد شويه من اللوز، الكركاع، كاوكاو اللي كيكونوا مهرمشين. ممكن نتوما تزيدوا فيها الانواع ديال المكسرات اللي بغيتو. غادي نزيد واحد الملعقه ديال القرفه، وغادي نزيدوا واحد شويه ديال الزبيب اللي مفزقينه من قبل ومقطعينه رقيق. وغادي نبقاو كنزيدوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنجمعوا العجينه حتى غادي نحصلوا عليها تكون رطبه ومرخوفه في نفس الوقت. هنا من بعد ما وجدت الكرات ديالي غادي نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي دابا باش ما ينشفوش ليا شويه من الفوق، وغادي نبقى نسرح فيهم مباشره. بالنسبه للعجينه الاولى اللي درت فيها دوك الحبيبات ديال الشوكولات، كيف ما كتشوفوا اللون ديالها هكذا تيكون كيجيو دوك النقاط كحلين في الوسط كيجيو رائعين. ومن بعد كنبقاو كنقطعوا الصابلي ديالنا بهذه الطريقه. كنقطعوه بواحد القطاعه اللي كتكون تختاروا نتوما الشكل ديالها على حسب الرغبه ديالكم. وبالنسبه للعجينه الثانيه هذا هو الشكل ديالها اللي زدت فيها شويه ديال المكسرات. غادي نحاولوا ناخذ واحد القطاعه نفس القطعه اللي قطعت بها الصابلي، وكنبقاو كنقطعوا غير بالجنيبات هكذا باش غادي يجيونا دوك الهلاليات كيجي الشكل ديالهم زوين. هنايا من بعد ما قطعنا الحلويات ديالنا كاملين ساليناهم، غادي ناخذو نستفوهم في واحد الطاوله اللي غادي تكون مدهونه بواحد شويه ديال الزيت. وبالنسبه للنوع الثالث اللي نكهناه بالقشره ديال البرتقال، غادي ناخذو وغادي نحاولوا نكوروه بهذه الطريقه. غادي نديرو احجام اللي شويه متوسطه، لان بطبيعه الحال العجينه ديالنا راه كانت خامره، داكشي علاش راه غادي تزاد الحجم ديالها شويه. ومن بعد غادي ناخذوا شي اداه غادي نحاولوا نديروا ثقوب في الوسط ديال ديك الغريبه ديالنا ولا دوك الدوائر ديالنا، لاننا هاد الدوائر اللي في الوسط ولا هاد الثقوب غادي نعمروهم من بعد بالمربى ديال المشمش ولا بواحد التلصيقه اللي كتكون. وهنايا غادي نديروهم في الفران، وإلا شفنا الغريبه ديالنا تنفخت شويه غادي نحاولوا نديروا دوك الثقوب في الوسط، غادي نحاولوا نبركوا عليهم هكذا كيف ما قلت لكم باش تكون لينا البلاصه فين غادي نعمروهم. وبالنسبه ليا من بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله وطيبتها، غادي ناخذ واحد شويه ديال مربى المشمش، غنزيدوا عليه العصير ديال البرتقال، وغادي نديروه يطبخ واحد شويه فوق النار. هنايا من بعد ما طبخ ليا غادي نخليه واحد شويه، ومن بعد غادي نبقى كنحط فيه ديك الغريبه ديالي حتى غادي تشرب ليا ديك النكهه ديال البرتقال والمربى ديال المشمش غادي تجي معلكه من الداخل. وغادي نديروها في جوز الهند.
بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش جوز الهند ممكن يديروه في اللوز إيفيلي ولا يديروه في أي نوع ديال المكسرات اللي بغاو يكون مهرمش. من بعد داك الكوفيتير اللي شاط ليا غادي نزيد عليه واحد شوية ديال اللون الأصفر، هكذا باش غادي يعطيني واحد اللوين اللي غادي يكون زوين. غنزيدو عليه ملعقه ديال السكر، غنزيدو واحد شويه ديال مربى البرتقال، ومن بعد غادي نديرو فوق النار حتى غادي يولي ليا واحد التعيليكه اللي غادي نعمر بها الحليوات ديالي كيف ما شفتوا معايا. هنا من بعد ما عمرتهم غادي ناخذوا الشوكولات غادي نذوبوه وغادي نحاولوا نديروا الخطوط من الفوق. وهنا بالنسبه للنوع الثاني ديال الحلوى اللي درت فيه دوك الحبيبات ديال الشوكولات ولا الفيرميسيل، غادي ناخذ الشوكولات غادي نذوبوه، غادي نغطسو غير نص ديال ديك الدواره ديال الصابلي، غادي نغطسو غير نص ديالها. وغادي نزينو باي نوع ديال المكسرات بغينا. كيف ما شفتوا معايا داك اللون الابيض وداك اللون الكحل ديال الشوكولات وهذا النوع ديال البيستاج ولا اللون ديال البيستاج كيجي رائع ولذيذ، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الجماليه زوينه. هنا من بعد ما سالينا الكميه ديالنا كامله، هذا هو الشكل ديالهم، كيجي واحد الشكل اللي زوين. وهذا بالنسبه للنوع الثالث اللي درت فيه داك المكسرات مطحونين. غادي ناخذو غادي نرش عليه واحد شويه ديال السكر كلاصي كيف ما شفتوا معايا باشكال بسيطه وبطرق بسيطه. حاولت انني نزين الحلويات ديالي من بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله وزينتهم. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كيجيو حلويات لي ثلاثه الانواع كيجيو لذات، كل واحد من نكهه مختلفه ولذه مختلفه. وكيف ما شفتوا معايا ممكن اننا نزينهم بطرق اللي مختلفين على هادو اللي حضرت انا غير عطيت فكره. وبالنسبه لكم نتوما ممكن تزينوا بالطرق اللي متوفره عندكم. وهادو هما الشكيلات بثلاثه كيجيو رائعين ولذات. وان شاء الله البنات راه غادي نحط لكم فيديوهات مختلفين في القناه ديالي ان شاء الله، وفيديوهات جداد ديال الحلويات اللي هي مختلفه. وكيف ما شفتوا معايا في التصاور الاولين راه عندي بزاف ديال الحلويات اللي غادي نحط لكم. وهذا هو الشكل ديال البلاطو ديالنا من بعد ما قديناه، كتجي واحد الحلوه اللي اقتصاديه سهله وفي نفس الوقت لذيذه. وصلت معكم لنهايه الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. بسلام، فيديو اخر ان شاء الله.